يعسر في الحصول على عمل أو في الدراسة أو إلى آخره. هذه أسباب لعديد من الأشخاص يمثلوا حالة من حالات الضعف. الضعف الإنساني لما بيلجأ للطب، والطب تأثيره تراكمي، أو يلجأ العمل والاجتهاد تأثيره تراكمي، والزواج والإنجاب، هذه أمور يعني تخضع لاعتبارات اجتماعية وفسيولوجية وشخصية وقدرات عديدة ومختلفة. هؤلاء بيلجأوا لما نيجي احنا في وسائل الإعلام نقدم نماذج تحضير الأرواح، نماذج الدجل والشعوذة، نماذج مش عارف العالم الروحاني، ويبدأ بقى علشان يدي مصداقية يقول لك جمعية الفلك الأمريكية. ده في قنوات قايمة على كده. ما أنا بقول لك بتعمل تحت طبعا في البار اللي تحت طبعا أخطر حاجة النيوز بار اللي بيقول لك لكي يفك مش عارف الربط اللي معمول لك إيه أو الربط اللي معمول لك إيه روحي، وبعدين يستغل بقى كمان إيه الخبير المغربي، لأن المغرب مثلا مشهورة بالسحر يعني أو الخبير السوداني الفارق بما له من خصوصية في كذا وكذا وكذا. الإعلام لما بيتناول هذه الشخصيات بينسينا كل أساليب الاجتهاد والاستنارة والبحث عن المعرفة والطب والدواء. نحن بهذا الأمر يعني نزيد الجهلاء جهلا ونعمق من ثقافة الركة وفقا لأهل الشارع يعرفوا. بس ما تنساش إنها جاذبة برضو للمشاهد. الجاذبية لا تعني الإثارة والدعارة جاذبة، ولكنها تذهب بك ولا تجعلك بحالتك الصحية اللي انت قدامي. يعني إذن ليس كل ما هو جاذب مفيد. ثقافة الملهى الليلي جاذبة، ولكنها تذهب بعقلك وتذهب بطاقتك البشرية. إذن ليس كل ما هو جاذب يصلح للتنوير، للإخبار، للتعليم. احنا بنهبط بثقافة الناس بهذا السلوك. ممكن يعني أنا بستغرب من 50-60 سنة كان هذا السلوك يحاسب عليه قانونيا ويجرم من المباحث والآداب في الأحياء الشعبية ونتيجة لجوء البسطاء ليه كثقافة شعبية. يعني كلامك دلوقتي المجلس النواب دلوقتي طبعا تشريعات، لكن النهارده لما يجي الإعلام اللي ملوش رابط بالفوضى اللي عايشها دي ويعظم إعلانيا من بعض هذه الشخصيات، ولذلك يبدأوا يعملوا كروت يقول لك ايه وظيف القنوات الفضائية والذي ويسجل اللقاءات دي تسجيلا انتقائيا عشان يؤكد انه يكتسب شهرة. والبسطاء الذين يذهبون هنا وهناك يقول لك ده جه في قناة تن وجه في قناة مش عارف ايه وجه في قناة ايه. اذا نحن كإعلام عندما نمارس هذا الدور سعيا وراء الجاذبية، سعيا وراء الإعلانات، سعيا وراء زيادة المشاهدين، نحن نعمق ثقافة الجهل، نحن نعمق ثقافة سوء الاعتماد على الجدية والعمل والاجتهاد والعلوم، ونعظم ولذلك يستخدم ايه في قسم للفلك في جامعة القاهرة وكلية علوم، لكن بيدرس ايه؟ بيدرس امور اخرى ليس من شأنها هذا التنجيم، زي اللي في مرصد حلوان طبعا. هذا الامر حسابات فلكية اوائل الشهور نعم. التنبؤ بشهر رمضان يعني او الكواكب ايضا، وتستخدمها في دراسات الارصاد الجوية بالزبط. حول كذا وكذا، لكن استخدامها في امور موقفية يا جماعة لازم نفهم. اصل القصة ايه؟ اللعب مثلا على قضية التحول السياسي، مصر تمر بتحول سياسي. ابدا اقول طب ليه ما كنتش بقول ايام 30 سنة لحسني مبارك؟ حد قال ثورة؟
ما كانش حد يقدر يقرب من المنطقه دي ابدا. اذا القصه قايمه على ايه؟ قايمه على بدائل واستغلال حالات عدم الاستقرار السياسي. فابدا اقول ايه؟ في تحول سياسي هنا، او سياتي فلان عليه خلاف، ابدا اقول لك ايه؟ اصل الامن عمل كذا لو ما جاش، ولو جه اقول لك مش قلت لك؟ اذا البحث على قضيه ايه؟ يعني انتقائيه. اقول لك موت فنانه كبيره، طب ما هو طبعا لما يكون عندي كل القيادات الفنيه مريض بالسرطان منهم، او مثلا لا مش ضروري الفنانين اللي وصلوا 70 و80 سنه، طب ما انا النهارده اقدر اقول لك يعني سنه 16 انا وانا مش خبير اقدر اقول لك موت فنان كبير. ما هو لان عندنا 30 واحد بتتكلم على ضربة حظ سنهم 60 سنه. خلينا نروح 80 سنة. للدكتور احمد كريمه. دكتور احمد، يعني في بعض اللي بيتنبؤوا او بيتوقعوا بحاجات في المستقبل، بيتكلموا على ان في اشياء او في ايات موجوده في القران زي القسم بمواقع النجوم او لا اقسم بالخنس الجوار. سأوضح لك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. ترك هذه الخرافات وهذه امور الشعوذه أنا صراحة بدين بها المجتمع إن تقريبا ده مخطط لإلهاء وإشغال الناس عن الأمور الجدية، وصرفهم أيضا عن تصحيح الثقافات. أنا بسأل سؤال وجهه لصناع القرار في مصر. أنتوا بتقولوا إحنا عايزين نعمل تجديد للخطاب الديني، ده ضد تجديد الخطاب الديني. الخطاب الديني بيقوم على اقرأ أفلا يتدبرون. لما النهارده تغيب العقل وتجرف صحيح الإسلام وتحرف الكلم عن مواضعه، مثل إيه؟ أنا لن أوجه إليه كلام. حينما تقول لي مثلا سيدنا إدريس اللي هو أخنوخ عند أهل الكتاب، هو ما لم يمارس في نبي من الأنبياء الله يرسله ليدعي إن هو يقول للناس مارسوا ادعاء علم الغيب. سيدنا إدريس ما كان إلا أنه أول من خط بالقلم، أول من خاط الثوب كما جاء في السير والتاريخ، والله سبحانه وتعالى رفعه إليه مكانا عليا لم يثبت لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد للمسيحيين اللي هو أخنوخ عندهم، ولا في القرآن الكريم أن هذا النبي العظيم اللي هو سيدنا إدريس مارس أمور الدجل والشعوذة. هل هذا يليق مع مهام الأنبياء؟ لما نيجي لسيدنا آدم في سورة البقرة، ربنا لما قال وعلم آدم الأسماء كلها، وعلمه إيه؟ علمه إنه عطارد هيقف في زحل يقوم يحصل مش عارف في جنوب أفريقيا زلزال، ولا أورانسو وبلوتو هيقفوا على خط واحد هيحصل فيضان في السودان. إيه الكلام الفارغ ده؟ لكن سيدنا آدم ربنا إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها، يعني علمه أسماء الكائنات والمصنوعات. ولذلك قال ثم عرضهم على الملائكة. النبي محمد بقى أن يأتي له اللي هو أي إنسان منهم يقول لك أنا بقى بستخدم النبي، أقول له أولا الله قال عن الرسول في القرآن إيه؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. ده كلام القرآن عن الرسول محمد نفسه. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أما القسم بالمخلوقات، هو ربنا أقسم بإيه؟ أقسم بنماذج ليدل على طلاقة قدرته. أقسم بالشمس، أقسم بالقمر، وأقسم بالنجم، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالتين والزيتون، وأقسم بالنبي نفسه لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون. فمش معنى أن ربنا يقسم بمواقع أو مدارات أو مسارات النجوم أن هي بتؤثر في مجريات الأمور. لو هذا الاعتقاد مؤدى إيه؟ من اعتقد أن النجم يؤثر في حياة البشرية وفي مسارات الأفراد والشعوب بيلغي ربنا على طول. لأن ليه؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان ذلك في الكتاب مسطورا. الله، أمال يبقى قادر مقتدر إزاي لما يجعل أجسام هوائية أو غازية أو كتل الله أعلم بها، طبعا لا أخوض فيها، اللي هي المجموعة مثلا الشمسية. دعنا نتكلم في المجموعة الشمسية بتاعتنا. إيه علاقة الشمس والقمر وعطارد والزهرة وأورانس وبلوتو ونيوتن؟ إيه علاقتها إن حضرتك تتجوز أو تطلق لا قدر الله، أو إن حضرتك ترقى أو لا ترقى؟ إيه علاقة هذه النجوم؟ دي مسارات
كل في فلك يسبحون لا علاقة لها لا بأقدار البشرية ولا بحظوظ البشرية. المقدر واحد هو الله، المهيمن واحد هو الله سبحانه وتعالى. لسه بس سطر واحد. اتفضل. حضرتك سمعنا في الأسبوع الأخير اللي أنت برضو بتحلل فيه إن بعض الناس أحيلوا أنا لا أعلق على أحكام القضاء لأن قضاءنا محترم وعلى رأسنا من فوق، لكن أنا أتساءل إذا كان القانون المصري الآن فيه ازدراء الأديان، لما يأتي بقى من يتطاول على سيدنا إدريس ويتهم أنه كان مشعوذ، ويتطاول على سيدنا آدم ويدعي أنه كان بيعلم الغيب، ويتطاول على القرآن ويحرف الآيات القرآنية عن مواضعه، ويأتي إلى الأحاديث النبوية يبتزئها وأحاديث فيها الضعف وفيها أليس هذا ازدراء الأديان؟ الأمر الآخر أنا بس علماء الدين يعني موقفهم أشد، إن أنت توضح للناس حضرتك أو الأزهر والأزهريين ما شاء الله. ما هو أنا هقول لك الحديث، أنا هقول لك الحديث سنن أبي داود المجلد الثالث صفحة 226. ماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ احفظوها يا سادة يا مشاهدين، ربنا يتوب عليكم من جهل التنجيم والفلك والكوتشينة وإيه تاني وشرب القهوة والكلام الفارغ. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، من صدق كاهنا أو عرافا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد. هو أنا اللي بكفر؟ طيب الرسول اللي بيكفر صلى الله عليه وسلم، الرسول اللي بيكفر. أستاذ أحمد طبعا كذا من غير ما ندخل في المناطق الشائكة والاستشهاد بس ليا كذا نقطة لازم أقول عليهم في في نطاق علمي. خلينا في العلم اللي أنت درسته. تمام. أنت 1 2 3 قول لي. أولا بالنسبة من غير ما يعني مش هواجه كلام. اتفضل. اولا بالنسبه لموضوع ازدراء الاديان والحد كلها لم يحدث شيء، وتم وسبق الاف البلاغات ولن يحدث شيء. ثانيا النجوم لا تؤثر في موجات الامور، فانا باكد هذا الكلام واقوله. من قال ان النجوم تؤثر، أن علم التنجيم الصحيح لا يقول ان النجوم تؤثر على الانسان، ولكنها من حيث تواجدها. ربنا قال فلا تصب بمواقع اتصالاتها الفلكيه بتتحرك في السماء. بص طب اقول لك على حاجه بتدي اتصالات، نكون متفقين. بتدي انت اتصالات. دلوقتي بتشرح ما لازم اقول لك ان ده علم يا سيدي. هو في بريطانيا قالوا لك ان كذا كذا في القران، انا بربط. بتقول لي على اللي انت درسته. ما انا هقول اهو، بس انا لازم اربط العلم بالدين طبعا. انا بقول لك ده من صميم الدين يا سيدي، وموجود هنا. خليك في العلم موجود هنا. طيب هقول لك اهو، بس انا ما حدش يحجر عليا، ما الاسلوب الكهنوتي دون هو اللي مودي الاسلام في داهيه. كلمني انا. لا انا اتكلم زي ما انا عايز، ما حدش يحجر عليا. انا هكلمك انت، بس ما حدش يحجر عليا يقول لك انت كلمني في اطار العلم. هكلمك بس ما حدش يقول لي ما تتكلمش، بس ما حدش يقول لي ما تتكلمش على الدين. لا هنرجع تاني. ما تحكمش عليا ليه؟ احكي عليك في الدين. ده نظام الكهنوت يا دكتور، ده نظام الكهنوت، ده قرآن، ده نظام الكهنوت وسنة. انت نبي كهنوت ايه؟ لست عليهم بمسيطر. يا الله، نظام الكهنوت اللي مودي الاسلام في داهيه. هو ده الاسلوب الداعشي اللي مودي الاسلام في داهيه. انت بتعلمنا الادب بتاعك بعد اسلام يا ولد، بلاش قله ادب يا عديم الادب يا دكتور. ما ينفعش كده يا دكتور. احترم نفسك. ضعيف الحجه هو اللي بيعلي صوته. لو سمحت يا استاذ احمد يعني اكبر منك تجرح في الناس. لو سمحت انا بقول الايات القرانيه ما تجرحش في الدين. ما جرحتش، انا بقول الايات القرانيه يا دكتور. ما يذكرش القران والسنه. طب مش هذكره. ممنوع يا دكتور. ممنوع ليه؟ ايوه ممنوع. انت يا سيدي خليك في العلم. انت راجل دجال. كلمني لو سمحت. بس ما حدش يحكم عليه يقول لو سمحت كلمني. التزم بالحوار يا سيدي. التزم بالحوار يا سيدي. اتكلم في القران بره بس كده علشان نقدر نعمل جلسه محترمه. مفيش مشاكل. وافرض ما كنتش في القران هتحكوا عليا يا سيدي. كلمني في علم. مش هتفتح بوقك عن القران. همنعك يا عم اسكت بقى. همنعك بالعافيه يا دكتور. بلاش نظام الشغل الاعلامي. صلى على النبي يا دكتور. انت قبل كده عملته وما حصلش حاجه. يلا يا استاذ احمد لو سمحت يا استاذ احمد. في 2015 هيقتل يا كذاب. يا دكتور قلت كده على الرئيس السيسي ولا بقولش؟ انا مسجل عليك. انا اكبر من الامن الوطني سايبك يا سيدي. لو سمحت انا بهدي والداخليه بتتفرج عليك. طب لو سمحت يا دكتور. لما يقول للشعب ان الرئيس السيسي هيقتل في 2015 في ناس دلوقتي بيتفرجوا علينا عايزين 15 الشعب الامن سايبه ليه؟ يا دكتور. وزير الداخليه سايبه ليه؟ والمستشار العام سايبه ليه؟ تروح تسالهم يعمل فتنه في البلد لانه عارفين ان احنا لو سمحت يا استاذ احمد كلمني دلوقتي واحده واحده. اولا هو تم اغتيال السيسي في 2015. يا دكتور انا بسالك سؤال. بتوجهليش كلام. ادعيت ان الرئيس السيسي سيغتال في 15. ربنا يحفظه غصب عنك وعن امثالك. بتوجهليش